السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي في كل مكان. معاكم اخوكم رامي، وتعالى نتكلم شوية في الكورة. بصوا يا جماعة، اليومين دول في كلام كتير قوي على علي معلول وعلى الصفقات وعلى الزمالك وعلى الدنيا دي كلها. تعالى نبدأ مع بعض بعلي معلول. دلوقتي هو في رأيين من ناحية علي معلول. أغلبية الجماهير بتتكلم إن علي معلول يقعد ويتأيد، والناحية التانية كولر، والكلام اللي طالع إن كولر مش عايز يأيده والإدارة بتضغط عليه. أنا من وجهة نظري يا جماعة إن أنا مع كولر. مبدئيا أنا من وجهة نظر كولر ان انا ما يبقاش عندي صفقه اجنبيه في مكان علي معلول، ومعايا كريم الدبيس في نفس المكان، ومتعاقد مع مصطفى العش برضه بيلعب سنتر باك وبيلعب في نفس المكان بتاع علي معلول، وكمان ايد علي معلول. طب ليه ما استفدش بمكان علي معلول بواحد اجنبي تاني انا محتاجه في فريق، زي كوتيسا الصفقه اللي احنا بنحاول نجيبها، او ايا كان الصفقه اللي الاهلي بيدور عليها في الاجنبي اللي ناقص قطعه الشطرنج اللي كولر بيتكلم عليه. اما علي معلول كتاريخ مع النادي الاهلي، كلنا كاهلاويه بنحب علي معلول ونفسنا علي معلول يبقى موجود، بس احنا دلوقتي بنتكلم في امر واقع. علي معلول خلاص احنا شايفين ان دلوقتي يحيى عطية الله وكريم الدبيس ومصطفى العش في مكانه، فازاي احنا نأيد علي معلول؟ وعشان تأيد علي معلول وانت رايح كاس العالم للأندية، طيب الافضل انك تحط اجنبي مكان علي معلول وانت رايح كاس العالم للأندية، ولا تاخد علي معلول؟ برضك انا عايز رايكم معايا في الكومنتات. دي حاجة أنا ليه رأيي إن علي معلول ما يتأيدش، لأن بصراحة كريم الدبيس بالمستوى ده هيقعد يحيى عطية الله كمان. مش بس يحيى عطية الله وكريم الدبيس أو مصطفى العش، لا لا، كريم الدبيس نفسه هيقعد أي حد مكانه، مفيش حد يعرف يلعب على كريم الدبيس بعد كده، والأيام هتثبت لينا. وبرضك عاوز رأيكم. أما تيجي نتكلم في النهاية، لازم تكون النهاية تليق بتاريخ علي معلول مع الأهلي، وبالأهلي مع علي معلول، واللي ادوا لبعض وقدموه لبعض. الأهلي ادى المعلول كتير، ومعلول ادى الاهلي كتير، فاحنا كاهلاويه نحب ان النهايه تليق بالاتنين، تليق بعلي معلول، تليق بان هو كان افضل محترف في تاريخ الكره المصريه، وافضل محترف في الاهلي، ومحدش يختلف على ده. فاحنا كلنا كاهلاويه نتمنى ان تكون النهايه تليق بعلي معلول وتليق بالنادي الاهلي. ده من ناحيه علي معلول. لو جينا نتكلم على الصفقات الجديده من ناحيه الاهلي او الزمالك، انا بيتهيألي لغايه دلوقتي الاهلي عمل الصفقات اللي هو محتاجها، ويمكن محتاجين حاليا وينج يمين. ده اللي الاهلاويه كلهم بيتكلموا عليه. نفسنا في وينج يمين كمان اجنبي، زي كوتيسا، زي كام واحد الاهلي بيحاول يجيبهم، يكمل قطعه الشطرنج اللي ناقصه بوجود تريزيجيه وبن شرقي، نروح كاس العالم مرتاحين. اما الزمالك والكلام على الشريف وان هو بيجيب لاعب كان بيلعب في الاهلي، وان هو عايز يرد القلم للاهلي، يا جماعه لازم نعذر الزمالك. الزمالك هو الكشاف على وشه من بن شرقي، مدوخه عامله مخليه زي الفرخه الدايخه، عمال يدور يمين وشمال عاوز يجيب اي صفقه يرد بيها الكشاف اللي خده من الاهلي. ويعني هو مش كشاف واحد، عشان نبقى حقانيين، الاهلي عمال يدي الزمالك واحد ورا التاني من ايام كهربا، وبعدها امام عاشور، بعدها بن شرقي الدخله بتاعته والفيديو بتاعه كان قلب الدنيا. فبصراحه من حقهم فان هم يدوروا ان هم يجيبوا محمد شريف او يجيبوا اي لاعب من الاهلي، او حتى يجيبوا احمد حجازي اللي هم رايحين يفاوضوه. ده كله ما يشغلش الاهلي ولا يشغل جماهير الاهلي. ليه؟ لان الاهلي يا جماعه مفيش لعيب لاعب في الاهلي او الاهلي عاوزه وهيفضل الزمالك عن الاهلي، وبالذات لو كان لاعب في الاهلي. كل العوامل موجوده للاهلي، كاداره، كمستحقات، كبطولات، ككل حاجه. اي لعيب بيتمنى ان هو يروح يلعب في الاهلي. يا جماعه ده بن شرقي ضحى عشان يروح يلعب في الاهلي، اللي هو ما لعبش قبل كده في الاهلي، وكان الزمالك بيقولوا عليه بن قلبي. بن قلبي ضحى بالزمالك وضحى بملايين وراح للاهلي. هتيجي تقول لي مثلا محمد شريف، محمد شريف لعيب، محمد شريف كلنا كهلاويه بنحبه وقدم كتير الاهلي، بس حاليا المدرب مش مقتنع بيه مثلا، او انت مش هو الفرد اللي انت عاوزه بعد ما جبت جراديشار، وبعد ما كان بقى في مسام ابو علي، بقى في كذا لاعب دلوقتي عندك حلو قدام. فانت مش محتاج محمد شريف، عندك الناشئ سمير، وعندك وسام وجراديشار، بقى عندك تخمه خلاص، بقى انت مستكفي هنا. وكولر ووجهه نظر كولر صحيحه طبعا اكيد، ان محمد شريف مش هيضيف دلوقتي، مش هيضيف للاهلي حاجه دلوقتي، فهو مش محتاجه. فان الزمالك يفاوض محمد شريف، او حتى يجيب محمد شريف او يجيب احمد حجازي، كل ده مش ده اللي هيرد القلم للاهلاوي خالص. وعموما الايام اللي جايه هتثبت، والزمالك لحد دلوقتي الله يكون في عونه. هو الفريق بيحاول يلملم اوراقه، لان برضك عنده مشاكل كتير ماديه، وعنده مشاكل كتير في اللعيبه، وعنده مشاكل كتير في الاماكن، وخصوصا السنتر باك دلوقتي بعد
اصابه لحمزه المسلوسي، ومستوى الونش اللي هو مش احسن حاجه. فهو برضك عنده نقص هنا وعنده نقص في كذا مكان عنده. وبرضك لو جينا بصينا على الفراوده اللي عنده، برضك مش هنلاقيهم احسن حاجه، ان كان ناصر منسي او سيف الدين الجزيري. يمكن حسام اشرف اللي هو الناس بتتفائل بيه خير او متامله بيه خير ان هو يكون الفرود للزمالك. بس اجماليا الزمالك محتاج صفقات كتير بعيدا عن محمود جهاد اللي هو جابه. محمود جهاد نص ملعب، طيب ما هو عنده وسط الملعب مليان. يعني لو جينا نتكلم في وسط الملعب، انت عندك في الزمالك محمد حمدي وناصر ماهر، عبد الله السعيد ودونجا وشحاته. لا الزمالك عنده كتير في وسط الملعب. فمحمود جهاد مع وسط الناس دي مش هي الاضافه الكبيره. هو محمود جهاد لعيب ملوش حل ولعيب جامد جدا، بس مش هو ده المكان الناقص في الزمالك. انا من وجهه نظري ان الزمالك محتاج اماكن تانية عنده اكتر من نص الملعب. وهو حاليا بيفاوض برضك كام لعيب افريقي، على هو حسن كروما، على كام لاعب كده. بس نيجي نبص للزمالك برضك هو بيلملم اوراقه عشان خاطر الموسم اللي بعد كده، مش دلوقتي خالص. هو الزمالك بيحاول يلملم اوراقه هنا دلوقتي عشان خاطر يخش دوري ابطال افريقيا اللي بيراميدز خد مكانه فيه. بيراميدز خلاص بقى مكان الزمالك وبقى دوري ابطال افريقيا. الكونفدراليه ما هيش هي البطوله اللي اي نادي زي الزمالك او الاهلي يدور عليها.